السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة اللي فاتت كنا على نظرية التطور من الناحية العلمية، وحاولنا نختصره على قد ما نجمو باش ما نطولوش عليكم، رغم ان الموضوع يستحق تفاصيل أكثر ووقت أطول. أما الحاجة اللي تهم برشا ناس هي شنو هو موقف الإسلام من نظرية التطور. هل الإسلام أيدها ولا يعارضها؟ هذا اللي باش نشوفوه في حلقة اليوم، باش نقراو مع بعضنا أفكار علماء فقهاء وباحثين مسلمين حول النظرية هذه بين مؤيد ومعارض، مع الاستدلال ببعض الآيات من القرآن الكريم. ثم اختلاف كبير برشا حول النظرية هذه. من خلال قراءتي للموضوع لقيت إنه الاختلاف الكبير ينقسم من ثلاثة أفكار متعارضة. أول فكرة تقول إنه نظرية التطور صحيحة، إذن الله غير موجود. الثانية نظرية التطور خاطئة لأن الله خلق كل شيء. وثالث فكرة قد يكون فما تطور أما بمشيئة الله. هنا مش باش ندخلوا في الفكرة الأولى لأنه غلطة برشا إلحادية ومناش في صدد الحديث عن الإلحاد توا، أما ممكن في المستقبل نعمل حلقة مخصصة له. به موقف الرافضين لنظرية التطور. الفكرة الثانية اللي تقول التطور خاطئ لأن الله خلق كل شيء، فهذا موقف برشا علماء، مثلا الدكتور زغلول النجار اعتبر إنه التطور مجرد فرضية وليست نظرية، ويقول إنه فما خيانة علمية من بعض العلماء باش يفرضوها علينا. يعترض على تحديد عمر الإنسان ويقول إنه عمر البشر ما يتجاوزش 40,000 سنة، وإنه التقديرات بالملايين مبنية على دراسات الطفوح البركانية مش على الهياكل العظمية. الشيخ الأزهر أحمد الطيب قال إنه نظرية التطور مضطربة، ما عندهاش سند علمي قوي، بل بالعكس قصة الخلق في القرآن تختلف تماما عنها. شيخ المتولي الشعراوي وزاد أنكر النظرية هذه. شنو قال؟ قال إنه هي تتناقض مع خلق سيدنا آدم في القرآن الكريم. باهي نجيو توا موقف المؤيدين للتطور بمشيئة الله، واللي هي الفكرة الثالثة. نلقاو برشا علماء يأيدوها. الدكتور مصطفى محمود اللي كان ملحد في فترة من حياته وكتب في كتابه حوار مع صديقي الملحد إنه الله لم يخلق آدم مباشرة من الطين، بل عبر مراحل وأطوار وزمن إلهي طويل، مستند في قوله للآية الكريمة إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. عندنا زاد الدكتور يوسف القرضاوي قال إنه الإسلام وأكثر دين يحث على النظر والتفكر والتدبر، وإنه ما فماش مشكلة في تقبل نظرية التطور طالما إنها ما تلغيش إرادة الخالق. عنا زيدا الدكتور عدنان إبراهيم هو من أشرس المدافعين على نظرية التطور، وعمل سلسلة كاملة للدفاع عنها، ويستدل بآيات قرآنية اللي تشير لمراحل الخلق، كيما ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هل توجد إشارة للتطور في القرآن؟ مثلا الآية والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع ويخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية ممكن تكون إشارة لتنوع الكائنات الحية وتطورها عبر الزمن. فما آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كيفاش الملائكة عرفت إنه البشر باش يفسدوا ويسفكوا الدماء؟ هل كان فما مخلوقات قبل الإنسان سكنت الأرض؟ نجيو توا سيدنا آدم والتطور. فما آية أخرى تفتح باب التساؤلات كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هل معنى هذا إنه كان فما كائنات قبل البشر؟ بعض العلماء يعتقدوا إنه كان فما مخلوقات غير عاقلة، وبعد طفرة صارت عند الإنسان القدرة على التفكير والكلام لأول مرة. حتى لو ثبتت نظرية التطور فهي لا تتعارض مع القرآن الكريم، والاختلاف مش في وجود الله سبحانه وتعالى بل في كيفية الخلق. يعني
سواء صدقت التطور ولا لا، هذا ما يأثرش على إيمانك بوجود الخالق. شنو رأيكم؟ هل تروا أن الإسلام يتعارض مع نظرية التطور وإلا لا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش اللايك والسبسكرايب باش يوصلكم الجديد متاعنا. نتلاقاو في الحلقة الجاية. السلام عليكم.